تحية متجددة لكل مستمعين الكرام المتابعين برنامج فنيات الحياة عبر أمواج الأولى. الركن الثالث، الركن الأساس في برنامج فنيات الحياة الذي فيه تصحيح وتعقيب عن ما جاء من طرف مستمعين. أرحب مجددا بالأستاذ عبد الحليم ماضي، مدرب في التنمية البشرية واستشاري. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك وبمستمعينا الكرام. حديث عن علاج الصدمات. في الحقيقة طبيعي أن يرى كل شخص الموضوع بطريقته الخاصة، وخاصة حسب تجاربه التي عاشها في الماضي. قبل أن نتحدث عن ما جاء في تعليقات المستمعين عبر الفيسبوك، لابد من تعريف ماذا نقصد بعلاج الصدمات. بالفعل الصدمة وإن تختلف تعريف إلا أن الشعور بها لن يختلف من شخص لآخر، فكل منا إلا ومر بصدمات في حياته. هناك صدمات نعلمها وصدمات لا نعلمها. الصدمة في الحقيقة هي تنقسم إلى جزئين، جزء منها عملي وجزء منها شعوري. الجزء العملي هو حدوث غير متوقع، أي شيء لم نتوقعه. والجانب النفسي فيها هو ذلك الجرح العميق الذي يحدث على مستوى الشعور، فيحدث جرحا عميقا، وهذا الجرح يسمى بالصدمة النفسية. إذن التأثير الأول يحدث أثناء حدوث الصدمة. بالفعل أثناء حدوث الصدمة، وتمر هذه الصدمة عبر مراحل، ولهذا لما نتحدث على العلاج لابد أن نعرف المراحل أولا. فالعلاجات اللي ذكروها الإخوة في الفيسبوك هي علاجات مفيدة ومهمة جدا، وهناك علاجات أخرى أيضا، إلا أن المرحلة الأشخاص اللي راهم في الصدمة تختلف، فلازم تعطينه العلاج حسب المرحلة اللي راهو فيها. نعم. فالمرحلة الأولى في الصدمة هي مرحلة الإنكار. بمعنى أن الإنسان ينكر هذه الصدمة. فنجد مثلا لما يموت شخص مثلا في البيت، تجد أهل البيت ينكرون ذلك الموت ولا يتقبلونه، بدليل تجد بعض الأشخاص مثلا يخلوا النوافذ مفتوحة، يخلوا الباب مفتوح على أمل أنه سيعود في يوم ما. فهذا تعبير على الإنكار. نجد عمر بن الخطاب لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بصدمة كبيرة، وقال يعني لي يقول أن النبي مات أقطع له رأسه. حتى قال أبو بكر: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات. وبالتالي فمرحلة هذه الأولى نمر بها جميعا، وهي عدم تقبل الصدمة وإنكار. هي أقصى مرحلة أعتقد. بالفعل هي أقصى المرحلة، لكن أول مواجهة هي كآلية دفاعية لتخفيف هذه الصدمة ننكرها. نعم. فلما اسمع شخص مثلا توفي، أول ما يتبادر إلى ذهنك والآن هو في المستشفى، ربما مازال فيه أمل، هو بخير. نعم. إذن فيبقى دائما عندك أمل أن الأمر هذا ما يكونش صحيح. نعم. ثم بعدها تأتي مرحلة تاع الاحتجاج والاستنكار، ومرحلة السخط. فجاء في الحديث أن الشخص لما يصاب بصدمة فالله عز وجل يأمر الملائكة ليسألوا عنه، فإن رضي فله الرضا، وإن سخط فله السخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. أي ينبغي ألا يسخط الإنسان ولا يحتج على القضاء والقدر. إذن هذه مرحلة مهمة أيضا في مرحلة الاحتجاج. ثم تأتي مرحلة بعدها هي مرحلة الاكتئاب والانطواء. وهذه تدوم مدة أطول، يعني يبدأ الإنسان يمر بمرحلة من الاكتئاب، هذا يدخل فعلا في الصدمة، ويبدأ ينطوي، يولي ما يخرج من البيت، ما يحبش يلاقي الناس بزاف إلى غير ذلك. والصدمة يعني البيئة المناسبة تاعها هي الانطواء. يعني كلما، ولهذا احنا نشوفه في التقاليد تاعنا لما تكون وفاة ولا شيء معين مؤلم وصدمة معينة، نجد الناس تروح إلى أهل البيت وتؤانسهم ويبقوا معه في البيت، الجيران أيضا. هذا كله من أجل عدم تركهم لوحدهم. لأن تركهم لوحدهم البيئة المناسبة لتطور هذه الصدمة. وبالتالي لما نحطهم في ظروف أمام الناس ويكون في أمام الأهل والأقارب راح تنقص وطأة هذه الصدمة. هذه مرحلة أيضا مهمة، وهي مرحلة الاكتئاب والانطواء والانزواء. ثم تأتي مرحلة بعدها وهي مرحلة القبول. في الأخير نتقبل الواقع ونقول في الأخير هذا قضاء الله وقدره، وقد نكون نحن أيضا منظرين ومرشدين لآخرين أصابتهم صدمة،
وقولوا له أيضا احنا ثاني صارت لنا هذا الأمر في البيت وصار لنا كذا وصار لنا كذا، أنا حدث لي نفس الشيء بالنسبة لك، وفي الأخير يولي يتقبل الأمر. إذا قبل العلاج أنك تعرف الشخص في أي مرحلة هو، هل هو في مرحلة الاحتياجات أو مرحلة الإنكار أو مرحلة تاع الاكتئاب، حتى تعرف العلاج المناسب إن كان معرفيا أو كان شعوريا. نعم. طيب نتحدث عن هذا الأمر بعد قليل إن كان ذلك معرفيا أم شعوريا، ولكن في المرحلة الأخيرة مرحلة القبول هل تختلف من شخص إلى آخر؟ حتى درجة القبول أعتقد أنها تختلف حسب أولا الصدمة ودرجتها، لما نتحدث عن فقدان عزيز أو شخص قريب مش مثلا مثلما أن تكون شاهدا على حادث مرور ولم تصب بأي مكروه، فدرجة الصدمة أيضا تختلف، ودرجة الاستعداد الشخصي النفسي لأي شخص أيضا تختلف من شخص إلى آخر. بالفعل يعني الأشخاص الذين يصابون بالصدمات أول متسبب في الصدمة هو ليس الحدث، وإنما أنك أنت المتسبب في الصدمة. لماذا؟ لأنك رفعت سقف التوقعات. نعم. ولما ترفع سقف التوقعات كلما رفعت السقف فوق رأسك كلما كانت خطورة سقوطه أقوى. نعم. إذا فكلما كانت مسافة بعيدة بينك وبين السقف ستكون الخطورة أكبر. صحيح. هكذا نحن نرفع سقف التوقعات. فمثلا في المعاملات مع الأشخاص نضع الناس في ثقة كبيرة جدا، فلما نصاب بخيبة أمل أو في خيانة معينة أو كذا فنصاب بصدمة. أيضا في العاطفة نحطوا السقف عالي جدا مثالي، وبالتالي رفعنا السقف أكثر ثم يقع فوق رؤوسنا. صحيح. إذا في المال والأعمال في الصحة في الحياة الموت موجودة، لكن سقف الحياة كبير جدا رفعناه بزاف أكثر من اللازم، وبالتالي نظن أن الموت لن يصل إلينا ولن يدخل ولن يطرق بيوتنا. صحيح. وبالتالي هذا السقف العالي جدا هو اللي يخلي الصدمة شديدة. نعم. ولهذا التربية الدينية مثلا خلت الناس تعيش حياة متزنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا اخشوا شنو فإن النعمة لا تذوب. هذه كلها لعدم رفع السقف فوق رؤوسنا. وهذا ما تفضل به المستمع الكريم كريم، قال في بعض الأحيان نحن تعريفنا للنجاح تعريفنا أو آفاقنا في بعض الأحيان تفوت الواقع الذي قد نعيشه، لأن الإنسان طبيعي أن يطمح النجاح، يطمح أن تكون له مراتب عليا في شتى المجالات على المستوى الأسري المعرفي حتى العملي، لما لا، ولكن في بعض الأحيان التعريف لا تكون فيه هذه نسبة الخطورة التي قد تحدث والتي تكون هي في حد ذاتها مأمن لنا في حال وقوع الصدمات. بالفعل التأطير الأشياء نسموه احنا في البرمجة العصبية التأطير، أي بمعنى أن الجهة التي تنظر إليها، فنحن نرى العالم من خلال إطار معين. هذا الإطار يعرف جزء من الحقيقة ولا يعرف كل الحقيقة فعلا. وبالتالي الأشياء التي ننظر إليها ربما ننظر إلى الحادث من وجهه السلبي. نعم. فنجد مثلا هتلر مثلا لما أخبر بوفاة أمه قال لا زال الرجل طفلا حتى تموت أمه. إذن فأطارها تأطيرا آخر، فهي فرصة لإثبات رجولتي وإطلاق قدراتي إلى غير ذلك. نعم. فهذه كلها يعني حتى الله عز وجل كان يؤطر النبي صلى الله عليه وسلم بما سبقه من الأنبياء على أنهم كانوا حدث لهم نفس الأشياء إلى غير ذلك، وبالتالي هو لإدراك الجزء الآخر. نعم. فكل حادث يحدث لك فأن أنت تأطيرك هو اللي يجعل منه صدمة أو يجعل منه فرصة. وبالتالي فإصابتكم حسنة فمن عند الله وتصيبكم سيئة فمن عند أنفسكم. وفي آخر آية يقول وكل من عند الله، بمعنى أن كل أحداث من عند الله، فقط أنت قراءتك لها هي ما تصيبك بصدمة أو تصيبك أحيانا. نعطيك شيء معين. العلاج المعرفي مهم جدا، والتحضير للصدمات مهم جدا قبل وقوعها. فنجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر قالوا ماذا تحب؟ قالوا أحب زيارة المريض والنفقة إلى غير ذلك. فسأل عثمان قال أحب إطعام الطعام وقيام الليل والناس نيام. قال لي عمر بن الخطاب قال أحب إحقاق الحق وقول الحق. فسأل كل الصحابة إلا أن وصل إلى أبا ذر. نعم. فقال له ماذا تحب يا أبا ذر؟ قال أحب أشياء عجيبة. قال وما هي؟
قال أحب الموت، أحب الفقر، وأحب المرض. قال ولما يا أبا ذر؟ قال الفقر يجعلني أدعو ربي، أما المرض فيخف ذنبي، والموت لألقى ربي. سبحان الله. إذن هو الآن أطر كل هذه الأحداث مسبقا تأطيرا إيجابيا. وبالتالي لو ربينا أبناءنا وبناتنا على هذا التأطير الإيجابي والاستفادة من الأحداث وليس البكاء على الأحداث وعدم رفع السقف بعيدا عن رؤوسنا، ستكون وطأة الصدمات ستكون أقل. نعم. هذا فيما يخص الصدمات النفسية واستعداد لها. فالاستعداد مهم جدا. نعم. يصلح هذا التأطير قبل وبعد الصدمات. نعم. كيف ذلك؟ هل الأول وقائي أم وقائي؟ الأول وقائي أننا لا ننتظر وقوع السقف على رؤوسنا ثم نتحدث. إذا من نحن نربي أولادنا على فكرة الموت مثلا، حتى لا يظن أن الطفل أن الموت هذا شيء غير موجود. فمثلا يكون حيوان في البيت مثلا عصفور وقد مات، نمر للطفل مثلا العصفور عاش مدة حياة معينة ثم مات، وكل واحد فينا الآن سيعيش هذه المدة حتى يدخل هذه الفكرة في رأسه. ففكرة النجاح والفشل هذه أيضا تصيب الناس بالصدمات. فحتى الآن نحن في فترة مثلا تاع الاختبارات وخروج النتائج نجد الناس يصابون بالصدمات. لماذا؟ لأنهم رفعوا السقف عالي جدا. فبالتالي ونظرتنا للنجاح والفشل هو نظرة نحن ضحية معتقدة تاعنا حول النجاح والفشل وليس الحدث الذي وقع لنا. فنجد مثلا النجاح ليس أن تكون الأول، النجاح أن تكون أفضل مما كنت عليه. وبالتالي فلما تعرف أنك تقدمت وتحسنت وقارنت نفسك مع نفسك في السابق فستشعر بقيمة النجاح. لكن إذا بقيت دائما تقارن نفسك مع الآخرين فستعيش صدمات متتالية. صحيح. لأن في الحياة دائما كان شخص قبلك وشخص وراءك. نعم طبيعي. إذا فكل المجالات في الغنى في العلم فوق كل ذي علم عليم. صحيح. إذا فأنت فقط من أوقعت نفسك في المنافسة مع الآخرين. جميل. وهذا هذه أهم فن من فنيات الحياة، على أن يجعل الإنسان لنفسه تعريفات سليمة متوازنة وصحيحة من أجل وقايته من بعض الصدمات على مستويات عديدة. طيب نتكلم أهم شيء عن العلاج. قلت أنه في شق معرفي، هناك نوع معرفي وعلاج شعوري. ما الفرق بين الاثنين وما الحالات التي نعالجها في الطرفين؟ ممتاز. العلاج المعرفي يكون مرحلة في أثناء مرحلة الاحتجاج. نعم. أوكي. فنعيد التعطير شو معناتها نعيد النظر ذلك الشخص، نوجه له النظر ديالو الى الوجه الاخر الايجابي. نعم. اوكي. فممكن انك توجه المشكله تعممها، فمثلا تقول هذا الان عنده وفاه او خيبه امل في تجاره معينه او كذا، فلما توسع النطاق تقول مثلا الشخص الفلاني عائله كامل ماتت، اوكي، وطرح لك فرد فقط. نعم. فهذا الان يخليه ينظر الى الوجه الاخر اللي ما كانش يشوف فيه، اللي هو ان اخرين ايضا مصيبه اذا عمت خفت. نعم. فممكن تأطيره هو توجيه النظر الى جهه معينه تلهيه عن النظر في لان كل شيء اسوأ من حالته، لان كل شيء نركز عليه واش يصرى له في الدماغ يولي فيه شغل الزوم يتزوم تشوفه أكبر. نعم. وبالتالي فأنت لا ترى سوى ما تعتقد ذلك. لكن لما تغير له الزوم إلى جهة أخرى راح تخيل ليه. نعطيك مثال في التأطير. مثلا شخص مجرم، سراق، مجرم، بائع مخدرات، مجرم، صح، نظرة سلبية إليه طبعا. لكن جي لي كان الآن أقول لك هذا الشخص أعان عائلات سكنهم، ووحدة عندها سرطان فبعثها إلى أمريكا وعالجت. فالآن كيف يبدأ يتغير نظرك إلى هذا المجرم؟ يبدأ يتحسن نظرته إليه. إذا أنا لم أغير من إجرامه شيء، فقط وجهت النظر إلى جانب اجتماعي تاعو. نعم. فتغيرت أنت النظرة تاعك إلى ذلك المجرم. وهذا ما نسمع مثلا على إسكوبار فاكونومبي إلى غير ذلك، فما يقولكش هو ما يبيعش مخدرات، لكن ولكن الأشياء الاجتماعية اللي دارها فالناس تنظر إليه بنظرة افتخار وإعجاب. فهذا يدخل في التعطير. أوكي. فالآن التعطير مش معناتها نوجه لك النظر تاعك إلى جزء آخر إيجابي فيه. طيب. فهذا مهم جدا في المعرفة. أما الشعوري
يأتي في مرحلة الاكتئاب. أيوة، الذي يدخل مرحلة انطواء يعني. خاطر قادر أنت الآن تصوفيه الآن ما يدخلش الاكتئاب لما تأثره. أوكي، لكن لما ما تأثروش فالآن دخل الاكتئاب. كي يدخل الاكتئاب تجي العلاج الشعوري. نعم صح. الآن الصدمة الآن عندك خيارين، إما أن تسبقها وما تخليهاش توصل للشخص، وهذا مستحيل لأنها وقعت في الماضي وتقع في أي لحظة يعني. إذا الآن أنت الآن لن تعود إلى الماضي إلا عن طريق شيء واحد فقط، وهو الخيال. نعم. والخيال هو الراكورس الوحيد اللي يخليك توصل إلى التجارب العميقة لدى الإنسان. طيب الأستاذ مادي، أنت موجود في قاعة ومعك شخص أصيب بصدمة وتعالجه شعوريا من حالة اكتئاب وانطواء، ما مراحل التي تطبقها معه من أجل العودة به إلى الصدمة الأولى؟ طيب، أول شيء هو طاقة الدماغ لابد أن تنخفض إلى أدنى مستوياتها، بمعنى النشاط الذهني يكون منخفض. نعم. أوكي. الوعي لازم نشاطه يكون منخفض أيضا، يعني تشتيت الوعي، فنخليوش الوعي يعمل بشكل عادي. لماذا؟ لأنه يدخل في مرحلة استرخاء وتنفس عميق، بعده على المنبهات الخارجية. نعم. يغمض العينين، ما كاش أصوات إلى غير ذلك، فيدخل في حالة استرخاء وتنفس بطني. تنفس عميق. نعم. وأيضا مرافقة من طرف المعالج بنبرة صوت معينة تخليه يسترخي ويدخل تجاربه العميقة. طيب. ثم الآن نعطيك مثال علاج من العلاجات اللي هو يسمى علاج بخط الزمن. نعم. وهذا من أقوى العلاجات يعني، معروف جدا. قوي جدا. فتقام له دورات تدريبية يعني فيها مستويات. نعم. يعني حتى 3 مستويات فيها. إذن فنعطيك باختصار فقط فلسفة العلاج، هو أن الإنسان تنقله بالخيال إلى السفر عبر الزمن، يعود إلى الماضي ويرى الماضي، تجارب الماضي، فيحاول أن يتخيل كل مرحلة من مراحل العمر، يعني من الشباب إلى المراهقة إلى الطفولة، قبل أن يصل إلى الصدمة. قبل أن يصل إلى الصدمة. نعم. لكن علاج بخط الزمن مهم جدا. لا يعني ما يمش فقط الصدمة التي يعرفها، وإنما يمحو كل آثار صدمات من الولادة إلى مرحلة الحاضر. نعم. يعني كيف صدمات إنسان يكون جاني في بطن أمه وتأثر بصدمة الأم. صحيح. إذا وهو لا يتذكرها، إذا يعود إلى الماضي شيئا فشيئا حتى يصل بخياله إلى مرحلة 3 سنوات. في مرحلة 3 سنوات تسمى مرحلة ضبابية، مش فوالو. تقول الآن زيد تخيل نفسك وأنت 3 سنوات، تخيل نفسك وأنت جنين، ثم يدخل وهو منفصل يرى نفسه في شكل شريط فيديو. نعم. يعني هو ليس متحد في الصورة، هو يراها من الخارج. صورتي الآن شخص مثلا يلعب مباراة كرة قدم وضربوه للرجل مثلا وعيط، أوكي، وتبريسها. نعم. وبعد عاود شافها في التلفزيون، كي يعاود يشوف الحدث يعيط ما يعيطش. نعم. لماذا؟ لأنه هو منفصل الآن. إذا بالخيال الآن سيرى نفسه وهو منفصل. تربية. ومن بعد الآن يروح إلى مرحلة الجنين، ثم يخرج مرة أخرى إلى الحياة متحدا، يعني يرى ويسمع ويشعر. ثم يرى أمامه طريق أبيض، ويرى في هذا الطريق بقعا سوداء، ونطلب منه أن يأخذ اللون الأبيض بيده ويلون كل البقع السوداء. نعم، في خياله دائما. صح، في خياله. نعم. وهو الآن يمشي في خياله ويلون، فستجد مثلا البقعة السوداء تجده يتوقف فيها أحيانا مدة معينة لينتقل إلى مرحلة معينة، مثلا من الطفولة إلى المراهقة. نعم. فتجده طول في هذه المرحلة. إذا الصدمات الكثيرة كانت في هذه المرحلة. أو تجده في مرحلة الجنين أو مرحلة الرضاعة. نعم. فأنت الآن كلما مرحلة أطال فيها أعطاه باللي كان صدمت فيها. وبالفعل لما ينتهي العلاج ويصل إلى مرحلة الحاضر ويعالج كل هذه البقع السوداء، وهذه البقع السوداء هي تمثل في الجهاز العصبي هي آثار الصدمات الموجودة. نعم. في الدماغ. إذا الآن مشكلتنا الآن ليس مع الأحداث، وإنما مع الآثار التي خلفتها مخلفات هذه الأحداث. وبالتالي فنحن نحين الآثار، ولما تنحل الآثار ستجد أشياء عجيبة جدا. يعني من مظاهرها هو أن الشخص تجده تعود له الذاكرة، لأن من آثار صدمات طرح فقدان الذاكرة. فتجد شخص الآن أصبح ذاكرته قوية، تجده يستطيع الآن أن يتعامل مع الناس بشكل بنوع من الطلاقة. نعم. تجد بعض الأعراض الفيزيولوجية، يعني مشاكل في التنفس، مشاكل في دقات القلب سريعة جدا، فتزول هذه الأشياء. يعاني من بعض الأوجاع
ويروح للطبيب يقول له ما عندك والو وهو يعاني منها. فأيضا تروح له هذا الأوجاع. إذا يصل إلى نتائج قوية وقوية جدا. نعم. وهذا هذا نوع من العلاج بخط الزمن يدوم لمدة يعني في يعني عدة جلسات التي يخضعها المريض؟ يعني في أغلب الأحيان جلسة واحدة تكفي يعني حسب درجة حسب الدرجة. وأيضا احنا علاج بخط الزمن لا يكون في أول علاج. نعم. يعني سيكون في الحصة الثانية أو الثالثة من الاستشارة. نعم. لأن نسبقه بتمهيد معرفي وأيضا تمهيد على الأشخاص باش نعلموه كيفاش يسترخي كيفاش. أحيانا الإنسان في أول جلسة لا يستطيع أن يسترخي، عمره ما استرخى، عمره ما دخل في الزمن الداخلي ديالو. إذا لما تبني الألفة بينك وبينه وتبني الثقة بينك وبينه وتحدثوا على العلاج وأهمية العلاج فتحفزه. نعم. لأن الجزء الأهم في العلاج هو رغبة الشخص الذي يتعالج. وبالتالي الشخص إذا لم تكن لديه رغبة ولم يثق في العلاج فبالتالي راح تكون نوع من المقاومة فلا تصل إلى نتائج دقيقة. سنحاول أن نقدم بعض الأمثلة لكي يتضح المفهوم للمستمعين حسب ما جاء في تعليقات الفيسبوك. الأخ الذي قال في شخص لم يخرج لمدة 15 سنة من البيت، آخر لم يتكلم منذ زلزال بومرداس الذي كان في 2002 أو 2003 معذرة. يعني الحالات متنوعة. يعني هل في حالات مماثلة التقيت بها أستاذ مادي؟ بالفعل التقيت كثير من الحالات. فبعض الحالات مثلا كان جاني أستاذ جامعي يقول لي لما نوقف مثلا في الفلونفي مثلا في جونفي مثلا البرد وأنا أتصبب عرقا. نعم. خوفا وارتباكا وكذا. لماذا؟ لا أعرف لماذا يجيني هذا الخوف. نعم. إذا من آثار الصدمات هي الخوف. نعم. وبالتالي لما عالجناه بهذا العلاج فمباشرة كانت عنده حصة في المساء. نعم. راح يطبق مباشرة دخل فلم يجد ذلك العرق ولم يجد هذه الأشياء. مش كان السبب؟ هو سببه كان صدمة في الطفولة. قال لي كان لي أبا مستبدا وبالتالي كيجي يهضر يقولوا في وسط العائلة اسكت ما تهضرش ولا ما تعرفش ولا كذا. نعم. فهذه كانت أشياء لم تكن متوقعة. نعم. فشكلت له جرحا عميقا في نفسه. الآن بالتراكم فالحق مرحلة ولا أستاذ جامعي لكن لما يجي يدرب يتفكر ذلك الموقف يجي هذاك الآثار. إذا هو رابط. أوكي. فلما يجي موقف مماثل تجي صدمة هذه. نعم. إذا صدمة ما تباش أحيانا إلا في مواقف معينة لما تجد رابط لها. نعم. فكم هي الروابط الموجودة في حياتنا. فكان أشخاص تجد يعيش حياة طبيعية جدا لكن لما يتحط في موقف معين يتغير جملة وتفصيلها تقول هذا سبحان الله هذا الشخص ماشي هكذا ما كنتش متوقع يتصرف هذا التصرف. نعم. مثلا شخص عنده صدمة عاطفية مثلا فتجده متزن في كل المجالات في عمله في تدريسه إلى غير ذلك لكن لما يلحق أمر مثلا تاع الزواج ولا أمر يتعلق بهذه الصدمة تعود الصدمة. فتجد هناك ارتباك قوي جدا وآثار فيزيولوجية أيضا ونفسية. مثل ما الأخت التي تحدثت عن العطر مثلا نحن نعرف أنه الذاكرة تحمل يعني روائح العطور. تقول مجرد أنه أشم نفس العطر فأعود التذكر الصديقة التي وقعت لها مثلا شخص حادث مرور مثلا وسمع صوت سيارة إسعاف. نعم. فارتبط هذا الحدث بصوت سيارة إسعاف. فيما بعد يجي يقول لك أنا عندي مشكلة كي نسمع صوت سيارة إسعاف يغمى عليه. نعم. إذا هو عنده رابط يجي الشعور فقط عندما يأتي هذا الرابط. نعم. أوكي. وإحنا عندنا تكسير الروابط. ففي علاجاتنا النفسية نعود نصنع رابط جديد لهذا الشعور. نعم. ونكسره وبالتالي لما يسمع هذا الشعور هذا الرابط فلم يعد مربوط بذلك الشعور السلبي وبالتالي لم تأتي هذه المشاعر وكثير من الحالات تحسنت بهذه الطريقة. ماذا عن التقنية والعلاج الذي تحدث عنه محمد عبد الكبير في صفحة الفيسبوك؟ يقول العلاج بواسطة الحركة الثنائية للعين وغيرها. هل هذه أنواع متعددة في علاج الصدمات؟ العينين لديهم ارتباط وثيق بالجهاز العصبي. فكل منطقة تحرك في العين هي تحرك في الدماغ. نعم. وبالتالي فلما تتخيل ستنظر العين إلى اليمين لتتخيل. إذا المنطقة الآن التي تتحدث هي منطقة الخيال. نعم.
اوكي. اذا فنجد ان العين مربوطه ارتباط وثيق، فنجد الاعمى مثلا العينين تاعو ما يحكمش فيهم، يتحركوا حركه سريعه جدا. نعم. لانها فقدت الاتصال بالجهاز العصبي. ف في العلاج بصدمات هذه الآن ممكن أنك أنت الآن بالخيال بحركة الأعين تربك الصورة الداخلية الذاتية تاعك. فهناك علاجات تخلط مثلا الألوان. نعم. أوكي، تخلط الألوان. فاختلاط الألوان راح يخلط الصورة الذهنية تاع الصدمة، لكن ستسجل بطريقة جديدة. إذا فالدماغ الآن لما يعود إلى تلك الصدمة سيجد صورة أخرى، وهذه الصورة غير مربوطة بالشعاع. نعم. إذا الآن محيط الرابط هذا كي كان موجود، فزيفت هذاك الرابط كي شغل الدماغ تاعك كي طفل صغير شغل كل خلو. نعم. أوكي. فتربط مرحلة بمرحلة أخرى تسمى بالنميطات، فنغيروا الألوان، نغيروا الحجم، الشكل، كذا، الصوت. فكلما غيرت فيها كلما الشعور تاعك تغير. نعم. اوكي. فهذا مهم جدا. فالعلاجات كثيرة ومتطورة جدا، خاصة في البرمجة العصبية. تقنيات فعالة جدا تعطي نتائج سريعة وفعالة. نعم. وهذا ما يبحث عنه الناس اليوم. ليست العلاجات اللي تبقى معها 6 أشهر 7 أشهر وقد تصل أو لا تصل إلى النتيجة. نعم. وحتى يمكن أنتم ك يعني مستشارين ومدربين في هذا المجال دائما تكتشفون هذه العلاجات الجديدة وتطبقونها ب يعني تقييم حتى النتائج التي تحصلون عليها. بالفعل. فكان أشخاص مثلا العلاج يتكلمون عليها وتكلم عن الإخوة اللي هو الحرية النفسية، الوفتي. نعم. اللي هو معروف جدا. تقنية التحرر النفسي. فهو بالنقر كان قديما هذا العلاج يسمى بالوخز بالإبر. نعم. إذن فالأمريكان بالضبط درسوا المناطق التي تؤخذ بالإبر، فوجدوا النقر عليها من 9 إلى 12 مرة تعطي نفس النتيجة كما تؤخذها بالإبرة. نعم. فاستبدلوا الأخذ بالإبر بالنقر على هذه المناطق. وهذه المناطق في الطاقة فهي الآن مسؤولة على الشعور، مسؤولة على سلوكات، ومسؤولة أيضا على الجانب الفيزيولوجي. نعم. فالنقر عليها مثلا منطقة الخجل مثلا، منطقة الأفكار السلبية، الخوف إلى غير ذلك. فالنقر عليها يعاود يكيليبري الإنرجي في المنطقة هذه. لأن الإكيليبر تاع الطاقة ليس هو فقدان الطاقة. نعم. قد تكون طاقة أكثر من اللازم أو تكون أقل من اللازم. نعم. فإعادة التربيت عليها. نعطيك مثال، نشوفوا احنا في الآلات الكهربائية مثلا يحبسك البوست التلفزيون تخبطوا هكذا. نعم. يمشي. أوكي. فتدخل كيفاش؟ إذا هو كان نوع من الارتباك في الإنرجي في الطاقة. نعم. إذا يحتاج إلى إلكترونيسيان باش تخدمه، مجرد النقل عليه فتعود تموتيفي هذاك. نفس الشيء بالنسبة نفس الشيء يحدث في جسم الإنسان، وبالتالي النقل عليها يعاود يموتيفي المنطقة هذيك وتنتشر الطاقة ويكون نوع من الاتزان. والأصل فينا هو الطاقة الإنرجي. فالاضطرابات الكثيرة تظهر على مستوى الطاقة، وعند الطاقة تصل إلى العضو. نعم. يتأثر مباشرة. هي تاليمونتي الأعضاء، وبالضبط تاليمونتي الغدد. اوكي. فنجد الغده الدرقيه مثلا عندها الشكاره الحلقيه هنا هي تاليمونتيها. نعم. اضطراب فيها حصار اضطراب في الغده. نعم. الغده النخاميه في اعلى الدماغ شكاره تاجيه مثلا، فنجد في كل غده وراءها شكاره تاليمونتيها. اذا كان استاذ خبير في الطاقه كان معنا في احد المراكز، فمسك شخص من يده فقالوا عندك مشكل في الكبد. نعم. الشخص هذاك راح دار البيلو، ففي الاخير خرجوا البيلو نيجاتيف ما عنده حتى مشكل. فجاء هذا المركز وهذاك الشخص راح لبلجيكا، فقال لهم ما عندي والو، درت بيلو ما كان والو. بعد سنه جاء هذاك الشخص يحوس عليه. قلت له يا الشخص هذا راهو في بلجيكا الان مش هنا. فوجد وماذا وجد؟ وجد مشكل في الكبد. نعم. اذا الشخص الان ديتكته مثلا اكتشفوا على مستوى الطاقة قبل أن يصل إلى العضو. نعم. أوكي. فهو الآن بعد سنة وصل الاضطراب إلى الأعضاء. ولهذا تجد احنا مثلا الطقوس الدينية تاعنا مثلا تهتم كثيرا بالطاقة.
المسح على الطاقة والذكر والمسح على الطاقة، وهذا كله لإعادة التوازن إلى الطاقة. نعم. ولذا لم نكن نسمع قديما بالسرطان والأمراض هذه، وبالتالي الآن لما أهملنا هذه القيم فأصبحنا ماديين أكثر. فالحديث عن هذه الأشياء يقول لك هذا وهم وهذه خرافة وهذا، حتى الخيال أصبح يعني يعيرونك بالخيال. نعم صحيح. وهذه مشكلة كبيرة. فأفضل علاج هو يكون بالخيال، وكل الأمراض التي تقع لك هي أصلها خيال. طيب أنا أدعو المستمعين الكرام على أن يطلعوا حتى لهذه الأنواع الخاصة بعلاج الصدمات، لأنه في كل مرة نكتشف شيئا جديدا. من بين الأمور الطريفة التي أعجبتني في هذا الموضوع أستاذ ماضي وبها أختم، يعني حتى في علاج لبعض الأمور التي نكرهها، إذا لم أحب أن يوما أنا الزيتون ولم أتناوله، فيمكن بهذه العلاجات أن أعيد النظر يعني لو تدخلين إلى الفيسبوك سترين العجاب. نعم. يعني أشخاص صور غريبة. لم يتناولوا قهوة ل 15 سنة، وشخص لم يشرب الحليب يوما، ومشاكل كثيرة جدا. لكن الآن قلنا عنده في الخيال عنده صورة لا يرغبها. مثلا نعطيك مثال بسيط، هو الآن لا يشرب الحليب وشخص آخر لا يشرب الحليب. إذا مشكلة مع الحليب قد يكون مع اللون، قد يكون مع الرائحة، قد يكون مع حجم الحليب، أو مع درجة حرارة الحليب. نعم. إذا فأنت الآن في العلاج مثلا علاج يسمى بالنميطات، فنعيد تشكيل صورة الحليب بصورة يرغبها. مثلا هو يحب العصير البرتقال، فنغير الحليب هذا مثلا من الحرارة إلى البرودة. نعم. من الأبيض إلى اللون البرتقالي. فالآن تولي عنده صورة ذهنية للحليب. لما يشرب سيشربه بالخريطة تاع البرتقال، فيتغير طعمه وذوقه. يقول الآن ما عندي حتى مشكل. هو عالم في الحقيقة ليس مع الأكل فقط، حتى نعم. مع الحشرات، واحدة تخاف قريلو، واحدة تخاف مانيش عارف أنا، والفوبيات المتنوعة. فهذه كلها تتغير بتغيير الصورة الذهنية أو الخريطة الذهنية الموجودة في العقل الباطن. على كل هو كما قلنا موضوع شاسع جدا وغريب قد يبدو لمن لا يعرفه في الوهلة الأولى، ولكن مهم جدا خاصة بالنسبة للصدمات الكبرى التي قد يتعرض لها الإنسان وتعيقه على الاستمرار وتحقيق نجاحاته في المستقبل. الأستاذ عبد الحليم ماضي، مدرب في التنمية البشرية واستشاري، شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى كل هذه التوجيهات القيمة التي قدمتها. شكرا، بارك الله فيك، وتحية لك ولمستمعينا الكرام، وأرجو أن يكونوا استمتعوا واستفادوا في هذه السويعة إن شاء الله. شكرا لكل من تابعنا هذه الأمسية وكل من تفاعل معنا أيضا. إلى اللقاء.